اليورانيوم ليس مجرد عنصر كيميائي، بل أحد أخطر وأثمن الموارد التي استطاع الإنسان استخراجها من أعماق الأرض. كمية لا تتجاوز حجم ثمرة جوز واحدة قد تحمل طاقة تكفي لإمداد مدينة دبي بالكهرباء ليوم كامل. لكن كيف يمكن لمادة تبدو عادية كالصخر أن تختزن هذا الكم الهائل من القوة؟ ولماذا يعد التعامل معها مخاطرة قد تغير مصير مدن كاملة؟ اليوم سنسافر إلى كازاخستان، موطن أكبر مصنع لمعالجة اليورانيوم في العالم، حيث يتم كل يوم تحويل أكثر من 500 طن من هذه الصخور إلى أقوى طاقة موجودة على وجه الأرض. استعدوا معنا لأننا سنكتشف كيف ينتج أقوى مادة على الكوكب على نطاق صناعي هائل. لنبدأ بالخطوة الأولى، استخراج اليورانيوم الطبيعي. تبدأ القصة من مئات الأمتار تحت الأرض، حيث يختبئ أحد أندر وأخطر المعادن على الكوكب، وهو اليورانيت. للعين المجردة يبدو مجرد صخرة سوداء عادية، لكن في داخلها يكمن العنصر الأكثر طلبا وقوة في صناعة الطاقة النووية، اليورانيوم. الحصول عليه يعد من أصعب وأعقد التحديات في صناعة التعدين بأكملها. في كل صخرة يوجد هذا العنصر بنسبة قليلة جدا، أقل من 1% من وزنها مفيد فعليا. هذا يعني أنه للحصول على كيلوغرام واحد فقط من اليورانيوم القابل للاستخدام يجب معالجة أكثر من 500 طن من الصخور. ولا تستهين بهذا الرقم، فكل كيلوغرام من اليورانيوم يحتوي على طاقة تكفي لتشغيل أكثر من 200 ألف منزل طوال عام كامل. لاستخراجه تستخدم الحفارات الضخمة والجرافات الهيدروليكية لإزالة أطنان من الصخور، بينما تقوم المثاقب العملاقة بحفر الأنفاق العميقة بحثا عن هذا المعدن الثمين. يتم تنفيذ العملية بأكملها تحت إجراءات أمان صارمة، لأن اليورانيوم في صيغته الصخرية ليس مميتا مثل ما يكون داخل المفاعل، لكنه يظل شديد الإشعاع، وأي خطأ في التعامل معه قد يؤدي إلى تلوث المنطقة ويعرض العمال لمخاطر جسيمة، بل وقد يتسبب في كارثة. بعد الاستخراج تحمل أطنان الصخور على شاحنات التعدين العملاقة وتنقل إلى مصانع المعالجة، حيث تبدأ عملية تحويلها إلى طاقة نووية. الخطوة الثانية، التكرير وإنتاج الكيك الأصفر. عند وصول الشاحنات إلى المصنع تفرغ أطنان الصخور المشعة مباشرة في حاويات فولاذية ضخمة، ومن هناك تنتقل المواد على أحزمة ناقلة إلى منطقة المعالجة الأولية، حيث تقوم الأجهزة الاهتزازية ونافورات المياه عالية الضغط بإزالة كل النفايات غير المفيدة مثل الأتربة والطين والشوائب السطحية. ما يتبقى هو صخور نقية محملة باليورانيوم، ترسل بعد ذلك إلى المحطات الصناعية الهائلة للطحن. هناك تقوم الفكيات الفولاذية بسحق الصخور وتحويلها إلى مسحوق داكن ناعم شديد الإشعاع، ولكن السر الحقيقي يكمن في هذه المرحلة. يتم غمر هذا المسحوق في خزانات كيميائية تحتوي على محاليل حمضية مصممة لإذابة المعادن المتبقية وعزل العنصر الأكثر قيمة، والنتيجة هي معجون أصفر كثيف يعرف باسم الكيك الأصفر. للعين المجردة يشبه هذا المعجون دقيق الذرة ويبدو غير ضار، لكنه يحتوي على نحو 80% من اليورانيوم النقي. لذلك أي خطأ صغير في التعامل معه قد يكلف أرواحا ويتسبب في تلوث إشعاعي لا رجعة فيه. تحت إجراءات أمان صارمة يجفف الكيك الأصفر ويعبأ في براميل محكمة الإغلاق، ثم يرسل إلى المرحلة التالية من عملية تحويله إلى الطاقة النووية. الخطوة الثالثة، تحويل اليورانيوم إلى غاز. تصل أطنان ما يعرف بالكيكة الصفراء إلى المنشأة داخل براميل كبيرة محكمة الإغلاق وتحت أقصى درجات الحراسة الأمنية. المهمة هنا هي تحويل هذا المسحوق الأصفر إلى مركب غازي يمكن تخصيبه وتحويله لاحقا إلى مصدر طاقة حقيقي، سداسي فلوريد اليورانيوم. قد يبدو الأمر كدرس في الكيمياء، لكن في الواقع هنا تبدأ واحدة من أكثر المراحل حساسية وخطورة في العملية بأكملها. في البداية تدخل الكيكة الصفراء إلى مفاعلات كيميائية ضخمة مصنوعة من فولاذ فائق المقاومة. باستخدام محاليل خاصة يتم غسلها وترشيحها عدة مرات للوصول إلى أعلى درجة نقاء ممكنة. بعد ذلك يخلط اليورانيوم المنقى مع حمض الهيدروفلوريك ويسخن إلى درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، مما يؤدي إلى تفاعل كيميائي يحوله إلى سداسي فلوريد اليورانيوم. هذا الخليط المركب فريد من نوعه، فعند درجة حرارة الغرفة يكون مادة صلبة خاملة، لكن عند تسخينه يتحول إلى واحد من أخطر الغازات في العالم. وبعد إنتاجه يخزن داخل أسطوانات فولاذية مدرعة صممت خصيصا لتحمل الصدمات والتآكل ومنع أي تسرب محتمل. نحن نتحدث عن مادة بالغة الخطورة لدرجة أن أي تلامس بشري مباشر معها قد يكون قاتلا. ومع جاهزية المادة في حالتها الغازية ننتقل الآن إلى أكثر مرحلة حرجة في هذه العملية على الإطلاق،
الخطوة الرابعة: تخصيب اليورانيوم. لقد وصلنا إلى المرحلة الأكثر حساسية ودقة في العملية بأكملها. في هذه النقطة يتكون غاز سداسي فلوريد اليورانيوم من نوعين من اليورانيوم: يورانيوم 238 غير القابل لإنتاج الطاقة، ويورانيوم 235 وهو الوحيد القادر على الحفاظ على تفاعل نووي منتج للطاقة. الهدف واضح: فصل النوعين والاحتفاظ بيورانيوم 235، ولتحقيق ذلك يضخ الغاز داخل أجهزة طرد مركزي صناعية عملاقة يمكن تخيلها كغسالات ضخمة تدور بسرعة تتجاوز 50,000 دورة في الدقيقة داخل حجرات مفرغة من الهواء. عند هذه السرعات الجنونية فإن فرق وزن ضئيل بحجم ذرات غبار يمكن أن يزعزع توازن الآلة ويدمرها خلال ثوان معدودة. أثناء الدوران تدفع القوة الطاردة المركزية اليورانيوم الأثقل 238 نحو الجدران الخارجية، بينما يتركز اليورانيوم الأخف 235 في المنتصف. يسحب الغاز المخصب ويمرر إلى جهاز طرد مركزي آخر ثم آخر ضمن سلاسل طويلة تعرف باسم سلاسل التخصيب. مئات بل أحيانا آلاف الأجهزة تعمل معا في تسلسل دقيق لزيادة نسبة اليورانيوم 235 تدريجيا حتى الوصول إلى درجة النقاء المطلوبة، وفي النهاية نحصل على يورانيوم 235 بنسبة تقارب 5%، وهي النسبة المثالية لاستخدامه كوقود نووي في المفاعلات التجارية. أما اليورانيوم المتبقي يخزن لاستخدامات صناعية أخرى مثل الدروع عالية الكثافة أو الأوزان الموازنة. ومع جاهزية اليورانيوم المخصب ننتقل إلى المرحلة الأخيرة: منحه شكله النهائي وتحويله إلى وقود قادر على تشغيل مفاعل نووي يزود مدنا كاملة بالطاقة. الخطوة الخامسة: تصنيع الوقود النووي. بعد تخصيب اليورانيوم يحين وقت منحه شكله الفيزيائي النهائي ليصبح وقودا قادرا على تشغيل محطة نووية كاملة. يعاد إدخال غاز سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب إلى مفاعلات خاصة، حيث يخضع لعملية كيميائية جديدة تحوله مرة أخرى إلى مسحوق ناعم للغاية، لكن هذه المرة أنقى وأكثر قيمة من أي مرحلة سابقة. ينقل هذا المسحوق إلى مكابس صناعية تضغطه ليأخذ شكل أسطوانات صغيرة بحجم عملة معدنية قطرها حوالي سنتيمتر واحد. قد تبدو هذه القطع غير مؤذية، لكن كل واحدة منها تحتوي على طاقة كافية لتحريك قطارات أو سفن أو حتى مدن كاملة عند استخدامها داخل المفاعل. بعد التشكيل توضع داخل أفران خاصة وتسخن عند درجات حرارة تتجاوز 1000 درجة مئوية. هذه العملية تحولها إلى مادة شديدة الصلابة قادرة على تحمل الإشعاع والحرارة الهائلة داخل قلب المفاعل لسنوات طويلة دون أن تتحلل. وبعد التبريد تخضع كل واحدة لسلسلة صارمة من اختبارات الجودة: أشعة سينية للكشف عن أي تشققات مجهرية داخلية، ماسحات ليزر لقياس الأبعاد بدقة متناهية، وتحاليل كيميائية للتأكد من خلوها من أي شوائب قد تؤثر على التفاعل النووي. مع نهاية هذه المرحلة يصبح لدينا آلاف البطاريات النووية الصغيرة جاهزة للتجميع والانتقال إلى المراحل النهائية في رحلة إنتاج الطاقة النووية. الخطوة السادسة: تجميع أعمدة الوقود والوحدات. تصل آلاف قطع اليورانيوم الخزفية إلى منطقة التجميع، حيث تصبح الدقة هي كل شيء. هنا تقوم آلات آلية وروبوتات صناعية بإدخال كل قطعة داخل أنابيب طويلة ورفيعة مصنوعة من سبيكة الزركونيوم، أحد أكثر المعادن مقاومة على وجه الأرض. هذا المعدن قادر على تحمل درجات حرارة قصوى، وفي الوقت نفسه يسمح بمرور النيوترونات دون امتصاصها، وهي خاصية حاسمة لعمل المفاعل. كل أنبوب، ويعرف باسم عمود الوقود، يمكنه احتواء ما يصل إلى 400 قطعة مرتبة بدقة تصل إلى أجزاء من المليمتر. هذه الكمية وحدها كافية لتشغيل قاعدة عسكرية كبيرة بكامل طاقتها لأكثر من عام كامل. بعد ملء الأنابيب تغلق أطرافها باستخدام اللحام بالليزر، مما يخلق ختما محكما قادرا على الصمود أمام الظروف القاسية داخل قلب المفاعل النووي. بعد ذلك تجمع الأعمدة المكتملة داخل هياكل تعرف باسم تجميعات الوقود، وهي إطارات معدنية ضخمة تضم عشرات الأعمدة المصطفى بدقة مثالية. يمكن أن يصل وزن التجميع الواحدة إلى 500 كيلوغرام، وتتطلب أكثر من 100,000 نقطة لحام يتم فحص كل واحدة منها بالموجات فوق الصوتية لضمان سلامتها الكاملة. هنا لا يسمح حتى بأصغر ثقب أو خلل. وقبل مغادرة المصنع تخضع التجميعات لاختبارات اهتزاز وضغط وتحليل بنيوي لمحاكاة الظروف المتطرفة داخل المفاعل. وإذا اجتازت جميع الاختبارات تصبح هذه الخراطيش النووية العملاقة جاهزة للتوجه إلى وجهتها النهائية: قلب محطة قادرة على تزويد مدينة كاملة بالكهرباء لسنوات طويلة. الخطوة السابعة: الفحص النهائي والشحن إلى المفاعل. مع اكتمال التجميعات تبدأ المرحلة الأخيرة والأكثر صرامة على الإطلاق: الفحص النهائي.
تمر كل قطعة بسلسلة من الاختبارات القاسية التي لا تترك أي مجال للخطأ. موازين عالية الدقة تتحقق من وزن اليورانيوم بدقة الجرام. ماسحات فوق صوتية تفحص كل لحام بحثا عن تشققات غير مرئية. وكاميرات حرارية تحاكي حرارة المفاعل للتأكد من عدم حدوث أي تشوهات. أي فشل مهما كان بسيطا قد يؤدي إلى حادث خطير داخل المفاعل، وربما إلى كارثة. وعندما تجتاز إحدى التجميعات جميع الفحوصات، يتم تغليفها داخل حاويات مدرعة وتحميلها على مركبات نقل متخصصة. هذه الشاحنات العملاقة تتحرك تحت حراسة مشددة وعلى طرق مخططة بعناية، وهي تحمل قلب الطاقة التي ستشغل محطة نووية كاملة. وعند وصولها إلى وجهتها توضع التجميعات داخل قلب المفاعل، وبمجرد تركيبها تبدأ في إطلاق أقوى طاقة عرفها الإنسان، طاقة تحول إلى كهرباء قادرة على إنارة مدن بل ودول كاملة لسنوات طويلة. لكن ليس كل اليورانيوم المخصب ينتهي داخل محطات الطاقة، فجزء منه إذا وقع في الأيدي الخطأ يمكن استخدامه لصناعة أحد أكثر الأسلحة تدميرا في تاريخ البشرية، القنبلة النووية. وفي الختام أخبرونا، هل كنتم تتخيلون أن تمر الطاقة النووية بكل هذه المراحل المعقدة؟ وهل ترون أن الطاقة النووية خطوة إلى الأمام أم مخاطرة أكبر من اللازم؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات، وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس حتى لا تفوتوا الجولة القادمة داخل المصانع.